الاهلي يخسر نهائي السوبر امام اتحاد العاصمه الجزائري. طب ليه خسر؟ ازاي خسر؟ اولا وقبل كل حاجه، لو لسه مش اشتراك انزل من اشتراك وفعل ذكر يوصل كل جديد. تاني حاجه، المدرب بتاع اتحاد العاصمه بن شيخه، المدرب حرفيا عرف يسير الماتش ازاي. حتى تبديلاته تقريبا معظمها ممكن تكون احسن من كولر. هي دي اول خساره نهائي مع كولر تقريبا، يعني اول خساره لكولر في اي نهائي او في اي بطوله. بس الراجل اللي دخل كل النهائيات فاز بيها، ما خسرش غير البطوله دي، وهي بطوله سوبر قبل بدايه السيزون، فدي تفوق الدنيا. امام انا ما كنتش شايف ان امام يبدا بيه بامانه. ده اولا. تاني حاجه، بن شيخه زي ما قلت كان مسير الماتش كويس جدا، يعني عارف يسير الماتش كويس وعارف يعمل كل حاجه يعني عارف يقسم الماتش. اول ماتش هما بيضغطوا عليك فانت مش عارف تطلع بالكوره، نص ملعبك مش عارف ينزل يستلم عشان يطلع بالكوره، يعني بيضغطوا عليك بيغلطوك. وهم برضو المشكله ان انت لو ضغطت عليهم هتغلطهم، ولا حارس بيعرف يلعب كويس بالرجل والضغط عليه غلط في كوره ديانج تقريبا وواحده تانية برضو، ولا المدافعين بيعرفوا يلعبوا بالرجل كويس على الارض. فانت لو ضغطت عليهم هيبقى اعتمادهم كلهم على الكوره الطويله. بس المشكله هم لو لعبوا كور طويله، ودي من احسن الحاجات عندهم واتلعبت كذا مره، والشوط الاول فيه 3 أو 4 كور خطيره على الاهلي، منهم كورتين صدهم الشناوي من كور طويله بسبب المهاجم بتاعهم اللي هو المهاجم تقريبا مش عارف 2 متر باين، المهاجم كل الكرات الطويله بتاعته، مفيش كوره مش طويله مش بتاعته، كل يعني حرفيا كل الكور الطويله بتاعته كلها حرفيا ما شاء الله عليه الصراحه، محطه مش طبيعيه، محطه مش طبيعيه، بيطلع بيجيب اي كره طويله. فانت الشوط الاول ما استغلتش الفرص اللي جات لك، ما استغلتش كره رضا سليم اللي جابها لك، يعني حطها خبوري كانت تحت بدل ما تحطها فوق، تحطها في ايد الحارس والحكم ما رجعش للفار في كره كهربا. ما استغلتش كذا فرصه جات لك، فاللي ما استغلش بيخسر يعني اولا واخيرا ده. وتاني حاجه ان هو انت يعني نص ملعبك الشوط الاول انا كنت شايفه فاضي خالص، اللعيبه بتاعت الاتحاد العاصمه تنزل وتستلم وتلف ومفيش حد بيقابلها. الشوط الثاني لما اعتمدت بس على ديانج هو اللي في نص الملعب، ديانج كاسح لك الملعب حرفيا، يعني انت احسن لاعب عندك الشوط الثاني كله هو ديانج. ديانج كاسح الملعب دفاعيا وهجوميا وبيروح وبيجي وبيجري وما شاء الله، يعني ما شاء الله. فاللي هو انت نجم الشوط الثاني عندك اصلا لاعب 6، لاعب نص ملعب مدافع. ديانج حرفيا كاسح الملعب كله، يعني حرفيا الشوط الثاني كله كاسح الملعب. امام عاشور كان يطلع ما بين الشوطين، هو كويس كلمسات، بس هو بدنيا مش فت خالص، زي كان علي برضو بدنيا مش فت. بس انت جيت الشوط الثاني بقى لعبتهم بطريقتهم، بدات تلعب كرات طويله، هم تمركزاتهم زي الزفت، التمركزات بتاعتهم وحشه وحشه وحشه، حرف وحشه وحشه بغباء، بالغباء. يعني لو في كوره عرضيه اتلعبت صح او استغلت صح في اللمسه الاخيره وفي اللمسه اللي قبل الاخيره، العيال تمركزاتها وحش خالص. وكره عبد المنعم اللي جت في اخر 10 دقايق تثبت حاجه زي كده، العيال تمركزاتها وحشه قوي قوي في الكوره الطويله، تمركزاتها وحشه وحشه. كوره زي بتاعت محمد عبد المنعم دي لو كنت استغلت صح، او كان في حد المفروض مكمل، يعني هي المفروض ملعوبه لمحمد منعم، فاكيد يعني ملعوبه عليها بقى، متدربين عليها ان هم فاهمينها. محمد منعم على البعيده يعملها لحد يروح جاي واحد حاططها، او واحد يقابله يروح حاططها، بس مفيش، ما لقيتش غير الحارس. فاللي هو اللعيبه تمركزاتها في الكرات الطويله وحشه جدا، ولو لعبتهم على الارض هتكسبهم، لو كنت لعبتهم على الارض وما كنتش لعبت كرات طويله هتكسرهم. انا مش عارف ايه تبديل ياسر وتبديل صلاح محسن لزياده المشاكل الهجوميه، يعني صلاح محسن نزل لزياده المشاكل الهجوميه، مش ان هو لا يعني يحل المشاكل الهجوميه، لا لزياده المشاكل الهجوميه والعقم الهجومي، حرفيا لزياده المشاكل. مش طبيعي، مش طبيعي، هو عايش الدور بطريقه غبيه، ودي حاجه استغفر الله العظيم فيه. فالمدرب بن شيخه الصراحه يعني سار الماتش كويس جدا وقسم الماتش كويس جدا، وهو يعني اللعيبه بتاعتهم او المدرب ما لهمش ذنب ان انت يعني في شويه حاجات لا مؤاخذه، يعني زي ما بيقول الكتاب كده علقيه فيها حرفيا بالمعنى الحرفي، فهو ملوش ذنب. ده اولا واخيرا انت ما كنتش بادئ الماتش كويس ونهيته كويس، انت كنت بادئ الماتش مش كويس خالص، وبدات تخش في مجريات الماتش قبل الجون وبعد الجون كمان، بدات تخش في مجريات الشوط وكنت رايح. ليه ما لعبتش كده من الاول؟ ليه ما نزلتش فرد شخصيتك ولعبت كورتك على الارض، ولعبت كره على الارض كنت تكسبهم وتكسبهم بسهوله؟ هم على الارض مش حلوين، هم مش حلوين على الكره الارض. يعني انت لو كنت ضغطت على حارسهم ونص ملعبهم، ولو ضغطت على المدافعين بتاعهم كنت هتقطع منهم، وضغطت على قلوب الدفاع كنت هتقطع، والباكات بتاعتهم كمان مش كويسه. ف يعني هو سوء حظ، في سوء حظ بالنسبه لنا، وفي حكم كذا حاجه ما رجعش الفار، بس مش هنتكلم في امور الحكام خالص. بس لا كان في سوء حظ غريب الصراحه، شايف يعني لا في حاجه في اللمسه الاخيره والقبل الاخيره مش طبيعيه.
مش طب في حاجه بقى في الفرقه يعني، يذبحوا بقى ما اعرفش في حاجه. وليه مودست ما كانش، انتوني مودست ما كانش موجود، لو كان موجود كان تقريبا اكيد فرق في اللمسه الاخيره، كان هيفرق اكيد. الدنيا كانت وحشه خالص في اللمسه الاخيره والقبل الاخيره، واللعيبه قراراتها كلها غلط. الارضيه انا شايف ان الارض بتاعت الملعب كانت بتجري الكوره اكتر من اللزوم، بس لا، اللعيبه كل قراراتها اللي كانت بتاخدها ان هي تنقل الكوره او بالباص كلها غلط حرفيا. فاللي هو انت احسن لاعب عندك في الماتش النهارده كان ديانج، هو والشناوي اللي شال كذا كوره. فمش عارف هارد لك لجماهير الاهلي ومبروك لنادي اتحاد العاصمه. وان شاء الله حلوه الفوقه دي اللي قبل السيزون ما بيبدا، ان شاء الله عادي. لسه بدري قوي، في لسه بدري، لسه داخل دوري وداخل دوري ابطال، لسه بدري خالص يعني، انت لسه داخل على بدايه سيزون اصلا. بطوله قبل السيزون بس عشان نشوف ايه الاخطاء اللي احنا عملناها ونصلحها. وكولر كده كده بيتعلم من اخطائه، مدرب معروف انه بيتعلم من اخطائه. ممكن يكون في بعض اللحظات ما سيرش الماتش كويس، بس برضو في اخطاء من لعيبه كتير جدا فرديه في استلام وتوزيع وباص وشوط وقرارات كلها معظمها غلط. يعني اللعيبه خدت كميه قرارات غلط جدا جدا، خدت كذا قرار غلط، شوط او لمسه اخيره او اللمسه اللي قبل الاخيره كلها والسكند كانت معظمها بتاعتهم. مش فاهم في ايه الصراحه. فبس المهم ان احنا عملنا اللي علينا وما كانش فيه توفيق بس، وخسرنا. ومبروك لنادي اتحاد العاصمه والجزائر، ومبروك لشعب الجزائر، وهارد لك للاهلي وجماهير النادي الاهلي. باش اكون خلاص الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو مش اشتراك انزل على الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.